عمر إجلول الأمين العام لجمعية حمير كردستان. مساء الخير عمر. شو هاي؟ شو عملت؟ شو هاي؟ تحية. هذا أنا أبو صابر أوكي فيكتوري أند أوكي. هيدي شو؟ شو يعني؟ يعني أسلم عليكم وأقول أوكي. فيري جود. فيري جود. يس. بس شو يعني؟ هذا التحية مالتنا، وهذا في أمان الله. في أمان الله. إيه. ليه هيك؟ هو حركاته مني يزعل يروح يجي يسوي صريح. هذا صفات الحمير. عمر يعني عم نشوف كرافات عليها حمير. هذا آل بيتي كلهم، قرايبي، ابن عمامي، ابن خوالي، عمامك واخوالك واخواني، والبنز كمان. وهذا بيج براذر مستر دونجي ماي براذر. خيك. اخي. يس. نعم اخوي. يعني انت يعني انت عم بتقول انك انت ابوهم، ابو الحمار كله. ابو الحمار كله، يعني انت عفلق كبير الحمير. انت كبير الحمير. نعم. ابوهم وطالع زيهم. لما بتقول لما بتقول انا ابو الحمير، في قدح وذم، في قدح وذم. يعني اذا عذرا اذا حدا ناداك حمار تعتبرها اهانه؟ لا يعني امدح نفسي. اعظم شخص بالكون لما انا اقول انا حمار. ايش حد يكون حمار؟ انا مقلد الحمار، ما اقدر اصير مثله. الخدمات اللي هو يخدمها والصفات اللي هو عنده انا ما اقدر اوصلها. يعني الحمار اهم منك؟ اهم مني ومنك ومن غيرنا. واثبت ذلك. ليه ما بتحكي؟ لا خلي كل واحد يحكي عن والله كيفك. هذا انا حر. اكيد انت حر. وعندكم ايمان بالحريه أكيد. والديمقراطيه. اوكي، ليه اخترت الحمار؟ ليه اخترت؟ لان الحمار هو انا عمري 6 سنوات ابوي يبيع بي نفط، هو خدمني. اقول له اللي ابوي يا ريت يا ابوي تهتم بنا بقد ما تهتم بحمار. يقول لي يا ابوي لو مو حمار انا ما اقدر اجر عربانه وابيع نفط اخدمكم. الحمار هو خدمني وانا مو ناكر جميل وفي لي هالخدمه. اليوم عمر عندك يعني جمعيه، وانت يعني امين العام الجمعيه. انت مؤسس الجمعيه. هو في البدايه كان حزب من حزب الحمير 79 لغايه حزب الحمير 91 ايام الانتفاضه كنا حزب. نعم. هلا صرتوا جمعيه، رح احكي بعدين من جمعيه لحزب. نعم. ليه صار؟ ولكن اذا حدا بده يعني بده يجي ينضم لهذه الجمعيه، نعم، في شروط لواحد ينضم. شلون؟ عندنا شروط. الصريح بالكل يقول درونا كري ولا ترويض طال كري. يعني يجب ان لا يكون كذابا. لان الكذب هو مفتاح الاعمال السيئه. اذا كذب يسوي كل شيء. لكن واحد مش كاذب. مش كاذب، هذا الشرط. نعم. والثاني شرط يحب بلاده وطنه مأوى مال حمار. هو التعبان ومن بعد حين يتقرب من بيته ينهق. اهل بيته يقول رجع والدنا من ينهق حمار لان والدهم مو حمار. هاي ثاني شيء. نعم. اذا حدا جاي من اعضاء الجمعيه بده يقدم لك تحيه. هسه خلي اخلص الثالث. تفضل. الثالث يكون عنده صفات حمير. حمير عنده الصبر، القناعة، الإطاعة، الخدمة بدون مقابل. صفات الحمير. نعم. ليه ما بتقول صفة إنسان يكون صبور؟ ليه صفة وين إنسان عنده صبر قد أبو صابر غير حضرتنا أيوب الله يرحمه والله يرضى عنه. لازم يكون عنده صفات الحمار. نعم. لا يقدر يكون يعني منتسب لجماعة. إذا بدك يكون في تحية وقت تجوا تجتمعوا مع بعض، في تحية معينة؟ حاضر قدمه. الأعضاء من يجيني لازم ايش يسوي؟ كيف؟ وانا كمان ايش اسوي له؟ قول. هاي التحية للأعضاء لما شلون ما جندي يروح على ضابط ماله ايش تسوي؟ هو يجي. ليه عم تحرك بوجهك؟ الحركة ويا الرجل اثنين. الثالث شو خاصة بالحمار؟ يعني هذا الشيء خلاعي ما اقدر اكشفه. ما بقدر تكشف، بس لازم تكون صراحة يعني هذا هو. نعم. شو يعني شيء خلاعي؟ ما اقدر، لان صراحة احترم النسوان اللي قاعدين. ايه؟ لابد بي شيء. تحية خلاعية يعني؟ لا مو خلاعية، بس لما تفسر للجميع فلازم
رفصات. نعم تفضل عمر. يعني نعم. اللي بينتموا لجمعية الحمير في كردستان في تراتبية إلهم؟ في تراتبية رتبة؟ طبعا. اول مرة اذا واحد مثلا عمره اقل من 6 سنوات تسميه جحش صغير. من 6 ل 12 شهر، هذا بالشهر بالحمار يقابل سنة من بشر. نعم. شهر، لان هو ب 18 شهر يصير حمار، واحنا ب 18 سنه نكون رجال صاحب المسؤوليه. تحت ال6 سنين شو قلت لي اسمه؟ جحش صغير. جحش صغير. اي بالكردي عندنا هم اسماء ممتازه يعني ينطبخ وياه. ومن 6 ل 12 نسميه كره. ومن 12 ل 18 شهر نسميه نوبلان، احنا بالكردي يعني شبيبه تحمير. عمر يعني هو في بالحاضرين في الاستوديو عم يضحكوا. خليه يضحكوا. العالم اضحك والدنيا يضحك لك، وابكي تبكي لوحدك مثل ما قالت ام كلثوم. ولكن الناس في كردستان نعم بيقبضوكم جد. والله في البداية في نظرة كانوا جدية؟ ينطحوني ويعضوني مثل الكلاب، لكن مع مرور الزمن وصمودي قدرت اقنعهم اكثريتهم. نعم. لكن قلت لي قبل شوي الصغير قلت لي جحش. انت شو امين عام؟ أنا اكبر الحمير في كردستان والعراق، اكبرهم. اكبر الحمير. انا مؤسس الفكره طبعا، ابو الحمير. رح احكي معك يعني عمر بعد شوي خلال الحلقه عن الحمير الاصليين ومقلدين الحمير يعني. انا مقلد، وابو صابر الاصلي، ابو عربات هو الاصلي. انا مقلد. ابو صابر هو مش حد يكون مثله. ما ابو صابر التسميه الشعبيه في العراق الحمار. نعم. يعني ابو صابر للحمار. لان هو دعيتوا لك ابو صابر في العراق؟ هوايه. الفيحاء قابلني خاصه النجلاء قادر يسميه كل دقيقه ابو صابر، وانا اقول له ام صابر. هي متنظمت وياي هسه بالبغداد. حضرتك متزوج؟ طبعا عندي 7 اولاد، 5 ولد و2. زوجتك شو منتسبه للجمعيه؟ في البدايه لا، بعدين بالاخير اقتنعت. ورتبتها اليوم شو زوجتك؟ مطيه وبس، اتان. نعم. راح ارجع لك خلال الحلقه عمر قلول. بدي انتقل لحسام حمدي من مصر. مساء الخير حسام. يعني عمر اسس جمعيه الحمير الكردستانيه، انت لاي مجموعه بتنضم؟ العراقيه. فصل كردستان عن العراق. هدول شو الحمير جبتوا معك من العراق؟ هذا هديات جاني من اصدقاء، فهذا دائما يخدمني. نعم. انت حسام لاي مجموعه تنضم؟ لا، هو مجموعه على الفيسبوك كنت منضم ليها. شو هي؟ مجموعه حمار تحت وحمار فوق. حمار تحت وحمار فوق. حكي قبل شوي يعني ابو صابر رتبته الامين العام والحمار الكبير، يعني عذرا انا عم بنقل كلامك. هذا وانا افتخر به. تفتخر؟ كلنا نفتخر به. كلنا نفتخر به. انت شو رتبتك في المجموعه؟ انا حمار تاني. المسألة ما فيهاش. شو يعني حمار تاني؟ احنا اول ما بنخش بنبقى في رتبة جحش، ده البداية خالص. اعلى عمر كمان. طب ماشي، ما هي المشكلة. نعم. ما هو اصل الموضوع زي بعضه. نعم. خلاص بقى جحش، بيبقى ده في البداية، بتبقى زي حاجة كده زي تحت التمرين لغاية ما بتتخلص من عقدتك الإنسانية وتتحول لحمار. بعد كده تبقى حمار تاني. وبعد كده حمار أول. حمار أول. وانت بدك تصير حمار اول؟ لا، ده لسه بدري قوي. لسه بدري. يعني رح احكي بعد شوي معك خلال الحلقه حسام عن الجحش، الحمار الاول والحمار الثاني. أيوة. يعني لا، ولكن انتم كمجموعه الحمير المصريه شو ابرز المناسبات والنشاطات اللي بتقوموا فيها يعني داخل هذه المجموعه هذه المجموعه؟ احنا عندنا 3 مناسبات. في عندنا يوم الضرب، يوم النهيق، يوم البردع. يوم الضرب شو يعني؟ يعني بنضرب بعضينا عشان نحس بآلام الحمار. نعم. بس. ويوم النهيق؟ يوم النهيق شو يعني؟ شو بتعمل؟ كيف بتنهق؟ شو بتعمل؟ عادي زي الحمار ما بينهق. عم تحكي جد؟ بحكي جد. وين بتم يوم النهيق؟ بنتجمع كلنا وننهق في شوارع القاهرة؟ لا، مش في شوارع القاهرة. القاهرة زحمة، لو شافونا هيضربونا. يعني اقول الناس مجانين، هنخش السرايا. عندنا في سرايا صفراء اللي هي مستشفى المجانين. وين لك؟ بندور على مكان فاضي بنتجمع فيه، بنتقابل فيه وبتعملوا ونقعد ننهق عشان نحس باحساس الحمار. على فكرة هو عاملة زي الغنى. ان هي الحمار ده بيطلع احساس الغنى.